السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنوضح بعض الأشياء الخاصة بالمنهج، بداية من قصيدة A Child's Hymn by تشارلز ديكنز. طبعا درسنا القصيدة، وقلنا إن هي بتتكون من 5 فقرات أو 5 stanzas. لكن عايز أنبه إن القصيدة أنت مش مطالب بحفظها، هي فقط للدراسة، دراسة عناصرها الأدبية ومعانيها أو موضوعاتها التي تطرحها. فبالتالي احنا عندنا نص القصيدة للتحليل فقط وليس للحفظ. طبعا عندنا في صفحة 1 في عندنا القصيدة، وفي أسفل الصفحة بداية تحليل القصيدة في صورة عناصر بسيطة، بدءا من إنها نوعية القصيدة يعني همن، وهي A Song of Praise to God، ده تعريف الهمن. بعد كده الثيمز، الموضوعات التي تتناولها القصيدة. وفي صفحة 2 عندنا التون، يعني الشعور العام الذي يغلب عند القارئ بعد قراءته للقصيدة، طبعا ساد أو ميلانكوليك. عندنا ديكشن اللي هو الكلمات المستخدمة أو التراكيب اللغوية المستخدمة، نوعها إيه؟ إنها subjective، يعني شخصية، تتناول شعور شخصي مش أكتر. الرايم، القافية، والاي رايم. طبعا القصيدة دي تحتوي على نوعين من الرايم: رايم تقليدي اللي هو نهاية بيتين أو أكتر بنفس الصوت، لكن الاي رايم في بعض الأبيات تنتهي بنفس السبيلينج وليس نفس الايه، ليس نفس البرونانسيشن. عندنا برضو الاستراكتشر، شرح لي الاستراكتشر بتاع القصيدة. هي بتتألف من كام فقرة أو كام جزء، وخلي بالك كل جزء ليه ثيم معين أو ليه فكرة مسيطرة معينة. طبعا هي 5 فقرات أو 5 أجزاء. بعد كده عندنا figures of speech أو figurative language. في بعض النقاط في الشرح عندنا في صورة مقتطفات من القصيدة. يعني مثلا round number 1 round my bed there vigil keep. دي تحتوي على العبارة دي أو الجملة دي تحتوي على inversion، يعني قلب أو عكس. وهكذا في عندنا thy rest، العبارة دي my pilgrimage holy sun here heavenly guide and guard. دي كلها تحتوي على صور بيانية أو بلاغية مختلفة، تتراوح ما بين طبعا من virgin في رقم 1، symbolism في رقم 2، وبرضه في رقم 3 symbolism، وفي رقم 4 اللي هي holy sun في عندنا allusion. 5 طبعا في alliteration اللي هو جناس استهلالي، يعني الكلمات here و heavenly لو تتذكروا قلنا بالشرح تبدأ بنفس الأصوات، وguide وguard كذلك. ننطلق لجزء آخر حابب أوضحه في صفحة 2 في آخرها، بداية من المودرنزم. طبعا الجزء ده الخاص بالمسرح وفن الحداثة في المسرح. موجود عندنا مقدمة بسيطة عن فن الحداثة وتاريخه في بداية القرن 20، وهم رواده والفنون التي غلب عليها ذلك الطابع الفني اللي هو فن الحداثة زي ما أنا قلت. وفي صفحة 3 برضو في بدايتها Origins of Modernism، اللي هي أصول أو جذور فن الحداثة، من أين نشأ، كيف تطور، من هم أهم رواد ذلك الاتجاه أو الفكر. طبعا الجزء الخاص بالمودرنزم اللي هو في نهاية صفحة 2 ومرورا بصفحة 3، يعني مودرنزم و Origins of Modernism. يعني ده تقراه بشكل عام، يعتبروه للقراءة ليس أكثر. لكن في صفحة 4 عندنا حاجة مهمة جدا، اللي هي Features of Modernism، اللي هي
بنسميها أو معناها سمات فن الحداثة بشكل مختصر. عندنا 4 سمات. Modernism began in painting، يعني بدأ فن الحداثة في بفن الرسم، يعني أثر أول ما ظهر على بعض الحركات الفنية الخاصة بالرسم زي السورياليزم أنا كاتب، والكيوبيزم، إمبريشنزم، إكسبريشنزم، وشرحنا دول يعني في مقدمة الكورس بتاعنا في الكلية، إلى أن وصل إلى الأدب. بعد الرسم انتقل إلى الأدب من رواية أو مسرح أو شعر. رقم 2 اللي هي evolution against taking for granted social and scientific facts، يعني الحداثة تضمنت أو اشتملت على ثورة ضد الوقائع أو الحقائق العلمية والاجتماعية المسلم بها الغير قابلة في الوقت ده طبعا للمناقشة. طبعا ده كله حصل بعد ظهور نظريات كثيرة اجتماعية وفيزيائية واقتصادية لعلماء كثر. طبعا من ضمنهم زي ما أنا كاتب عندك ماركس السوشيال ثيوري، نظرية اجتماعية ماركس، وفرايد وداروين ونيتشه. رقم 3 من العناصر withdrawal from traditional narrative techniques، يعني تراجع عن الوسائل التقليدية لسرد الأعمال الأدبية خصوصا الرواية، والاتجاه لوسائل أخرى للسرد زي stream of consciousness و elusiveness. مش بس وسائل سرد، لا كمان literary styles زي الاكسبريشنزم والاكزيستنشاليزم والابسيرد ثيتر في المسرح طبعا وسيمبوليزم. رقم 4 من السمات العامة للفن الحداثة a different thematic content، يعني محتوى موضوعي أو فكري مختلف عما سبق في فترة الرياليزم أو الرومانتيسيزم وما قبله. طبعا ايه الموضوعات المختلفة دي؟ effective wars and modern technology. طبعا العالم في الفترة دي كان مر بيه حربين عالميتين كبيرتين جدا، الحرب العالمية الأولى والثانية، وتأثيرهم على العلاقات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. رقم 2 lack of trust in religious beliefs. رقم 3 the loneliness, aimlessness and psychological disorder, the freedom or the free treatment of sexual themes. يعني كل دي أفكار جديدة كان المسرح أو الفن بشكل عام بيناقشها في مرحلة المودرنزم اللي هي الحداثة في بداية القرن العشرين. ثم ننطلق إلى بنفس الصفحة ل Origins of the Theater of the Absurd. بنتخصص شوية أو بنتعمق شوية في جانب من جوانب الحداثة اللي هو فن المسرح، وإيه علاقة مسرح العبثي اللي هو Theater of the Absurd بفن الحداثة، وإن طبعا فن الحداثة كان هو المسؤول عن ظهور فن المسرح العبثي، وده موجود عندنا في صفحة 4 وكمان صفحة 5. طبعا بشكل مختصر في صفحة 5 عندنا features of absurd drama، يعني سمات المسرح العبثي اللي هي عندنا 8. وبعد كده هارولد بينتر بايوغرافي، يعني السيرة الذاتية لهارولد بينتر اللي هي في نهاية صفحة 5 وبداية صفحة 6. يعني البيوغرافي الخاصة بهارولد بينتر نعتبرها قراءة يعني للاطلاع فقط. ذا روم طبعا كتبت سنة 1957، مسرحية بعنوان ذا روم، واحنا شرحناها وأطلنا فيها كثيرا في الكلية. يبتدي الشرح بتاعنا في صفحة طبعا 6 بالفكرة الرئيسية التي تسيطر على تلك المسرحية، ثم الحاجة المهمة الأخرى اللي هي the scenery، يعني المشهد أو ما نراه على خشبة المسرح كيف استخدمه بينتر مؤلف المسرحية
تجسيد أو شرح الفكرة الرئيسية من المسرحية. وقلنا طبعا، وده موجود في الشرح عندنا في صفحة 6 و7 وأكتر من كده، يعني حوالي 3 أو 4 صفحات، كيف يستخدم المشهد أو ما نراه على خشب المسرح من أثاث أو ديكور أو خلفية في وصف المحتوى الفكري الذي تطرحه المسرحية. وإن السيناري ده مقسم ل3 أجزاء 3 partitions، وكل partition ليه دلالة معينة. ثم في صفحة 8 عندنا برضو شيء مهم اللي هو symbolism، الرمزية أو الحركة الرمزية أو عنصر أو التكنيك الخاص بالرموز الأدبية في تلك المسرحية. وطبعا مقسم الجزء ده لأكتر من فرع. يعني الرمزية أول حاجة في صفحة 8 الخاصة ب the room، حرف A، the room. كيف يمكننا أن نستدل على الرمزية الموجودة في الحجرة، اللي هي طبعا اسم المسرحية في نفس الوقت The Room. طبعا المسرحية تحدث داخل جدران حجرة واحدة مفردة. طبعا موجود شرح للرمزية في تلك الحجرة أو في التجسيد الذي تمثله تلك الحجرة من أفكار يطرحها المؤلف. ثم طبعا عندنا غير كده من الرموز مستر كيد في صفحة 9، مستر أند مسز ساندز في صفحة 10. وأفكركم دايما بنقطة كنتوا بتنسوها في المحاضرات، إن مسز ساندز اسمها كلاريسا، مسز ساندز اسمها كلاريسا. طبعا مستر ساندز زوجها، وهي اسمها مسز كلاريسا أو كلاريسا فقط، فياريت ما ننساش الاسم ده. طبعا غير ذا ساندز في عندنا ذا بيسمنت، القبو داخل المنزل الذي يحتوي على تلك الغرفة. القبو نفسه في صفحة 11 برضو في شرح للرمزية بتاعته. وصفحة 12 في عندنا طبعا أهم شخصية اللي هي روز، و ذا روم كمكان. ذا روم كمكان، خلي بالك ذا روم في البداية يقصد بها المسرحية، اسم المسرحية نفسه، لكن ذا روم في نهاية صفحة 12 يقصد به كمكان الحجرة التي تقيم بها روز. طبعا في صفحة 13 عندنا رايلي كذلك. وينتهي شرح مسرحية ذا روم بتعليق نقدي بسيط A brief critical commentary on the room في صفحة طبعا 13. بعد كده في منهجنا عندنا Heart of Darkness. طبعا دي رواية قصيرة لجوزيف كونراد. بنتناولها من أكثر من منظور. أول حاجة themes، الموضوعات أو الأفكار الرئيسية التي تحتويها. أول theme اللي هو civilization and primitivity، يعني الحضارة والحياة البدائية. كيف يتناول الكاتب هذا الصراع بين الفكرتين. The central theme around which this story involves is civilization versus primitivity، يعني صراع الحضارة مع الحياة البدائية. This theme is represented through the opposition between light and darkness. والفكرة دي أو الفكرتين اللي هم الحضارة أو المصطلحين الحضارة والبدائية أو الحياة البدائية في داخل الرواية يرمز إليهما ب light and darkness، يعني يشار إلى الحضارة داخل الرواية بأنها light، ضوء، نور، لكن الحياة البدائية في إفريقيا كما تصوره الرواية darkness. The image of light is associated with Western culture، يعني أن مفهوم الضوء أو النور الأبيض الساطع مرتبط، أو الكاتب بيحاول يرسخ في ذهن القارئ أنه مرتبط بالحضارة الغربية والثقافة الغربية والمعرفة. لكن the image of darkness on the other hand من الناحية التانية
أو على الجانب الآخر is associated with third world countries. يعني دايما بيربط في الرواية الحديث عن دول العالم الثالث زي إفريقيا طبعا بالdarkness اللي هي الظلام أو السواد، أو the primitive or savage إن الناس فيها بدائية أو متوحشين، and the unknown or mysterious وأمور غريبة أو غير معروفة أو غامضة. ده في ثيم تاني اللي هو في رقم أو صفحة 14 capitalist exploitation اللي هو الاستغلال الرأسمالي. The novella criticizes the exploitation of white European companies of African raw materials and labor. يعني الرواية بتنتقد استغلال الشركات الأوروبية للثروات المعدنية الإفريقية وكذلك العمال، الثروة البشرية. Conrad mocks European trade practices through the symbolic term of the company. والكاتب بيشير إلى الاستعمار اللي بنسميه نيو كولونياليزم، الاستعمار الجديد ده في افريقيا بمصطلح الشركه. يعني الاستعمار في داخل الروايه يرمز اليه بكلمه الشركه which stands for European colonization of Africa. The company manager maintains a white collar despite the suffering and cruelty with which he treats the Africans. يعني دي إشارة بسيطة إلى أن كل ما يهم مدير الشركة هو مظهره وكيفية ارتداؤه للملابس واهتمامه بنفسه على غرار أو على حساب الوحشية أو القسوة التي يتعامل بها مع الأفارقة. ده بالنسبة للثيمز. يبقى عندنا two themes. عندنا أول حاجة ال civilization and primitivity والمقارنة ما بينهم يعني كثيم. وعندنا ثيم تاني اللي هو capitalist exploitation يعني الاستغلال الرأسمالي. narration بالنسبة للرواية أو السرد اوكي في تلك القصة، وده مميز عن غيره شوية عن طريق ما يسمى بالفريم narration والembedded narration. نقرا مع بعض. Narrative technique is an important element of Conrad's literary style. This story is structured as an embedded narrative. Embedded narrative يعني طريقة سردية متداخلة. السرد فيها متداخل. عندنا نوعين من السرد أو أسلوبين من السرد. إزاي؟ This means that the central story narrated by the fictional character Charlie Marlowe is embedded in a frame narrative. يعني عندنا قصة بيرويها شخص مر بالأحداث اللي هو اسمه تشارلز مارلو، بتروى على لسانه، بتروى لشخص آخر اللي احنا بنسميه فريم ناراتور، والشخص ده بيروي القصة لينا احنا. يعني كأن الراوي ده جلس مع الشخصية الرئيسية اللي هو مارلو الذي مر بتلك الأحداث. يبقى عندنا 2 رواه في تلك الحالة. راوي بيروي لنا احنا، ده بنسميه فريم يعني خارجي برواز، فريم ناراتور ده بيروي لنا احنا كقراء الأحداث. وعندنا embedded يعني ضمني أو داخلي غير مرئي أو ثاني أوكي. الناراتور ده الراوي الذي مر بالأحداث فعلا، ده إيه بنسميه embedded narrator. أوكي. بالنسبة للسيتنج وده مهم برضو، المكان وزمان الأحداث. The setting of frame narrative is England. يعني الرواية أو السرد قص تلك الحكاية على الناس. الفريم ناريشن بيحدث في إنجلترا، لكن القصة بتحدث على لسان الامبيدد ناراتور اللي هو مارلو بتحدث في إفريقيا في دولة الكونغو. خلي بالك. يبقى the setting of the frame narrative is England. لكن الامبيدد ناراتيف أو الراوي الأصلي للقصة بيروي القصة من قلب الكونغو. يبقى خلي بالك الفريم سيتنج هو انجلاند، لكن الامبيدد سيتنج هو الكونغو. البلوت طبعا احنا
يعني درسنا البلوت وقلنا ملخص بسيط لأحداث القصة في الكلية، ممكن تطلعوا عليه مرة تانية في أهو عندنا في صفحة 15 و 16. طبعا في بعض المصطلحات في صفحة في نهاية صفحة 16. المصطلحات دي عنوانها selected glossary. آخر جزء في صفحة 16 selected glossary، بدءا من تعريف المودرنزم، تعريف existentialism، ثم في صفحة 17 symbolism، expressionism، stream of consciousness، surrealism وكيوبيزم. في عندنا ادي 3 5 حوالي سبع مصطلحات في قاموس صغير كده في نهاية الملف في صفحة 16، في نهاية صفحة 16 وصفحة 17. ده برضو اعتبروه للقراءة ليس أكثر. شكرا ليكم، وإن شاء الله في فيديو آخر للحديث عن مادة المقال. شكرا.